تعالوا نعمل كيكة بس قلب على بسبوسة أو بسبوسة واخدة شكل الكيكة زي ما تحبوا. هي كيكة النهاردة بجوز الهند، بحليب جوز الهند. شايفين عاملة ازاي طرية، عاملة زي البسبوسة بالظبط. هي مش هتاخد العلو بتاع الكيكة اللي احنا متعودين عليه، بس الملمس والطعم واخد شكل وطعم الاتنين مع بعض. اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. كوباية سكر كبيرة، هي كوباية اللي احنا هنستعملها هي واحدة في كل المكونات. كوباية سكر، كوباية زيت، ازازة حليب جوز الهند، آه، يعني مقدار كوباية برضو، 3 بيضات زي ما احنا شايفين، كيس فانيليا على البيض. كل ده هنضربه في الخلاط او في كبة زي دي، او اي ميكسر عندنا، او بمضرب يد. موضوع مزج المكونات مع بعض ده سهل جدا، وهيدوب كل حاجة هتدوب معانا مع بعض من غير اي صعوبة. هنضرب كل ده لغاية ما ناخد ملمس ناعم جدا. ممكن بمضرب البيض في طبق عادي. شايفين الشكل ده؟ احنا عايزين كل المكونات تاخد الشكل ده، ان مفيش حاجة باينة خالص، ولا سكر ولا بيض ولا اي حاجة مكتلة معانا في الخليط. دلوقتي هناخد كوبايتين من الدقيق، هننخلهم كويس جدا مرة او اتنين حسب ما تحبوا، بس اهم حاجة اللي احنا ننخلهم مرة على الاقل. هنحط رشة ملح خفيفة، هنحط كيس بيكنج باودر. ده مش مهم يتنخل، ممكن نحطه على طول. كده المكونات الجافة لوحدها والمكونات السايلة لوحدها، وهنحط السايل على الدقيق دلوقتي. يعني نحط المكونات السايلة على المكونات الجافة. احنا كده خلطنا الملح والبيكنج باودر مع الدقيق. هنحط الخليط اللي معانا ناعم ازاي، واخد لون ابيض من حليب جوز الهند. احنا ممكن نستبدل حليب جوز الهند بكوبايه لبن عادي او علبه زبادي، بس دلوقتي التركه في حليب جوز الهند بيديها ملمس زي البسبوسه بالظبط. الطعم والملمس والطراوه نفس البسبوسه على شكل كيكه. هتعجبكم جدا لو جربتوها، وهتعتمدوها عندكم، هتعملوها من ضمن الكيكات اللي انتوا بتعملوها. هنجيب صينية ألمونيا أو أي صينية عندنا ما بتلزقش عادي، مفيش مشكلة. ندهنها شوية سمنة أو شوية زيت، ونحط الدقيق زي ما أنا بحطه كده، نبدرها كويس جدا. وبعد كده ننزل الخليط اللي معانا. شايفين الخليط لا هو سايل قوي ولا تقيل قوي، يعني نحاول نخليه ملمسه نفس الملمس ده. نهز الصينية كويس عشان نطلع أي هوا فيها زي ما أنا بعمل كده. وبعد كده ندخلها على فرن يكون متسخن قبلها على درجة حرارة 180، وندخل صينية الكيكة حوالي تلت ساعة أو نص ساعة حسب ما تاخد اللون والشكل ده. يعني أول ما وشها يحمر وتعلى معانا شوية، يبقى هي كده خلاص جهزت. شايفين بقى الشكل، الملمس. أنا مش عايزة أقول لكم اللي هو طري ازاي، يعني هو باين من الفيديو بس في الحقيقة أطرى كمان. هشة جدا وطرية جدا، والطعم قالب على بسبوسة على شكل كيكة. هتعجبكم جدا وتعجب الولاد جدا، وهيقولكوا اعملوها دايما من ضمن الكيكات اللي احنا بنعملها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.